نشرت هيتلي تقرير الثروة الإفريقية 2025، وقالت كاين نمو لافت في إعداد المليونيريات بالمروك، وأشارت في التقرير تاعها أنه هناك زيادة ب 40% في عدد الأثرياء تم في المروك، حيث أنها قالت كاين 7500 شخص هذو عندهم أكثر من مليون دولار، وكاين 35 شخص عندهم ثروة أكثر من 100 مليون دولار، وكاين 4 أشخاص عندهم أكثر من مليار دولار. صنفت المروك الثالثة في القارة الإفريقية خلف جنوب إفريقيا ومصر، وكاين أسماء مدرجة في قوائم الفوربس ومتابعات إعلامية، منهم عثمان بن جنلول مؤسس ورائد في القطاع المالي وذو علاقات طويلة الأمد مع مؤسسات الدولة في القطاع المصرفي، عنده تأثير قوي على السياسات المصرفية والتمويلية عبر قنوات رسمية ونقابية. وكاين أنس السفريوي، هذا استفاد من عقود إسكان وطنية ومشروعات مرتبطة بالسياسات السكنية، وعنده نفوذ تجاري وسياسي عبر عقود ومشاريع من جهات العمومية. كاين عزيز أخنوش مالك مجموعة أكوا رئيس حكومة بريمير مينيستر. وكاين حفيظ العلمي، ولاهم حفيظ العلمي كان في الحكومة سابقا وعنده ولده دركا أصبح من الفاعلين تم في المروك. وكاين ناس مش ظاهرة في قوائم فوربس وفي التقارير الإعلامية لكن من الأثرياء، كاين قيادات عسكرية عليا، وزراء نافذين، وهذو ما يظهروش في القوائم الأثرياء الرسمية لكن عندهم نفوذ اقتصادي غير مباشر عبر علاقات القرابة ولا شبكات الولاء ولا عبر المنافع المرتبطة بالمنصب كما الحموشي والمنصوري. هذو الثروة تاعهم غير مدرجة لكن فعليا هم من أقوى 10 أشخاص في المروك. وتقدر تقول كاين زوج طبقات، الطبقة الأولى أصحاب الثروة اللي باينين، منهم عزيز أخنوش وعثمان بن جلون، ميلود الشعيبي، مجموعة السفريوي، مولاهم الحفيظ العلمي، عائلة الملكية مثلا في الشركة الوطنية للاستثمار المدى محمد السادس. هذو كل أصحاب ثروة مدرجين في قوائم وفي التقارير الإعلامية. أما الطبقة الثانية اللي ما همش مذكورين نقول لكم شكون هما، وهذو هما الناس اللي ماكلة دراهم المروك، ماكلة دراهم الشعب تاع المروك. عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني دي جي اس تي، وياسين المنصوري مدير المخابرات الخارجيه، والجنرال فاروق بالخير الوراق هذا مفتش عام القوات المسلحه الملكيه، والجنرال حرمو الحرس الملكي. كاين مجموعه تاع السياسه كيما ليلى بن علي وزيره الطاقه، مصطفى باطياس وزير العلاقات مع البرلمان، نزار بركه وزير التجهيز والماء. هذو الناس اللي راهي ماكله الدراهم تم في المروك وخلى الشعب تاعهم يفتش على اين تبون هذيك الايامات، لكن تبون خيط هر. وبهذه الاسماء يعني نكونوا كملنا الفيديو تاعنا. هذا مكان، تهلاو في رواحكم، السلام عليكم.